الاخوان سلام الله عليكم. بزاف ديال الناس كنسمعوهم كيهضروا على انا عندي طوموبيل كتكونسومي بزاف، كيجي الاخر كيقول له الا ما يمكنش صاحبي، انا راه عندي طوموبيل ايسانس وموتور كبير وكاع ما كتكونسومي. هذه هي الهضره ديال القهاوي. حنا ككوننا دي تكنيسيان في مجال ديال لا ميكانيك اوتوموبيل كنعرفوا باللي لي فاكتور الاساسيه اللي كتحدد الاستهلاك الحقيقي ديال الموتور هي الحاله ديال لي سيلندر والنوعيه ديال الكاربيرون وحجم ديال لي سيلندر اللي هما اللي كيحددوا استعداد المحرك، وفاكتور اخر واللي مهم بزاف واللي هو اللي غادي يكون بارمي المواضيع اللي غنتكلموا عليها في هاد لا فيديو، واللي هو لوطو كومبريسيون واللي كنرمزوا ليه بالسي ار. الفيديو اللي حطيت لكم قبل كنت كنشرح فيه شرح مفصل على اجزاء المحرك، هضرنا على كل جزء بالتفصيل وعلى الدور ديالو داخل المحرك. اليوم غادي ندخلوا لي مود فونكسيونمون ديال هذا الموتور، وغادي نبداو بلوطو دو كومبريسيون. شنو هو وفاش غادي تنفعنا المعرفه ديال هاد لوطو دو كومبريسيون؟ اذا لوطو دو كومبريسيون او كاينين الناس اللي كيسميوه لو رابور فوليميك، اذا هو سي ان رابور بين اش و اش، بين حجم ديال السيلندر زائد حجم ديال لا شومبر دو كومبيسيون، هادشي كامل مقسوم على الحجم ديال لا شومبر دو كومبيسيون. دونك لا غولاسيون كتولي هي سي ار اللي هي لو طو دو كومبريسيون كتساوي لنا الحجم ديال السيلندر زائد الحجم ديال لا شومبر دو كومبيسيون، كلشي مقسوم على الحجم ديال لا شومبر دو كومبيسيون. ودابا كيفاش كنحددوا هاد الاحجام؟ سهله. بيستون في حركته في السيلندر كيوصل لواحد القيمه قصويه علويه اللي كنسميوها بي ام اش، واللي هي بوان مور هو، وقيمه قصويه دنويه لتحت اللي كنسميوها بي ام بي، بوان مور با. اذا في لادميسيون البيستون كيهبط حتى كيوصل بي ام بي، من بعد كيتضغط الهواء او لو ميلانج اير كاربيرون حتى البيستون كيوصل للقيمه القصويه اللي يمكن يوصل ليها، واللي هي بي ام اش. وهاد المسافه اللي ضربها البيستون في السيلندر كيغطيها واحد الحجم، وهاد الحجم كنسميوه بلو فوليوم بالاي بار لو بيستون دو بوين مور با او بوين مور هو. وهاد المسافه اللي ما بين لو بوين مور با اي لو بوين مور هو كنسميوها كورس. اذا كلما كبرت المسافه اللي كيضربها البيستون في السيلندر كلما الحجم في 1 كيكبر، كل ما كانت سي ار واللي هي لو طو دو كومبريسيون كبيره، وبالتالي الاندغاط قوي، الشيء اللي كيخلي الحراره تكون طالعه، وبالتالي محرك قوي، اعتبارا بيان سور اننا كنخدموا بوقود اللي مناسب. وعلاش قلت لكم باللي وقود مناسب القيمه بيان سور ديال لو طو دو كومبريسيون؟ هنا هاد السؤال غادي يصيفطنا لواحد السؤال اعمق من الاول، واللي هو علاش حنا اصلا كنحتاجوا نعرفوا القيمه ديال لو طو دو كومبريسيون. ايوا باش نفهموا علاش خاصنا نفهموا بعدا واحد 5 حتى 6 ديال المصطلحات اللي معروفين في عالم الميكانيك، واللي هي الكوبل اللي هو العزم بالعربيه او تورك بالانجليزيه، وقوه الاحصنه اللي كنرمزوا لها بالسي اش، الار بي ام واللي كيعبر على سرعه دوران المحرك الدقيقه ولا سا ديبون الوقت اللي حنا كنخدموا به، الاوكتان، السيتان الى اخره. نبداو بالكوبل او التورك او لا بويسونس دي شوفو او قوه الاحصنه. علاش؟ حيت بيناتهم علاقه. اول حاجه الى عقلتوا عليها في الفيزياء هو ان الكوبل او العزم الدوران كيساوي لا قوه اي لا فورس فوا la distance بين H و H بين le centre de rotation أو l'axe de rotation et le point اللي كتexercer فيها ديك لا فورس. عزم الدوران بلغة بسيطة هو تعبير عن قدرة على تدوير واحد الجسم، هذه بلغة البسطاء. دابا أرانا نشوفوا باللغة التقنية اللي عندنا في الموتور. عندنا البيستون طالع نازل في السيلندر كيدير واحد الحركة اللي مستقيمية تنقولوا لها ان موفمون ريكتيلين ما بين بي ام بي والبي ام اش، كيحرك معاه لابيال، ولابيال بدورها كيكون لاصق فيها لو مانوطون اللي كيكون خارج من المانيفيل. وهاد النقطه ديال الالتقاء ديالهم بجوج كتكون بعيده بيان سور على محور الدوران ديال الفيلبروكان، وهذا الميكانيزم كله هو اللي كيخلي الفيلبروكان يحول الحركه المستقيميه ديال لابيال والبيستون الى حركه دورانيه. هادشي مزيان.
اذا قلنا ان العزم ديال الدوران او الكوبل ديال المحرك هو القوه مضروبه في المسافه بين محور الدوران والنقطه اللي طبقات فيها القوه. اجي نطبقوا دابا هذا الشيء على الموتور. اذا عندنا الفيلبروكان كتطبق عليه قوه من لابيال اللي شاده في البيستون في النقطه ديال لو مونوطون. اذا المسافه اللي كنقلبوا عليها هي المسافه بين لو مونوطون ومحور الدوران ديال الفيلبروكان، وهي اللي كنسميوها ببغا دو مانيفيل. وبالتالي كتولي العلاقه هي الكوبل اي العزم كيساوي لا فورس فوا بغا دو مانيفيل، هي ديك لا ديستونس اللي كنتكلموا عليها. اذا باش تكبر القوه ديال المحرك شنو خاصنا نموديفيو نورمالمون، علما اننا غادي نستعملوا نفس الكميه ديال الوقود اللي كنستعملوها. واضح؟ اذا باش نكبروا القوه ديال المحرك غادي نفكروا نزيدوا في المسافه ديال البغا د مانيفيل. في هذه الحاله غادي نحصلوا على عزم اللي كبير من المحرك بعد الدورات اللي صغيره ديالو. وعلاش كنلقاو هذه القضيه بزاف في محركات ديزل؟ حيت ديزل الخوت كيف ما كتعرفوا ما كيشعلش بشراره، كيخصو ضغط عالي بزاف باش تزاد الحراره ويتانجيكتا المازوت ويتفرقع. وهذا الشيء راه ما يمكنش نحصلوا عليه الا اذا كانت عندنا كورس كبيره، يعني المسافه اللي كيقطعها البيستون في السيلندر خاص تكون طويله، وبالتالي خاصنا نكبروا البرا د مانيفيل. وغالبا كنلقاو بان الكورس كتساوي 2 خطرات البرا د مانيفيل. هاد القاعده ديما كنلقاوها. اضافه ان هاد الشيء علاش كنلقاو ان الموتور ديزل تيكون كبير شويه، يعني داك بلوك موتور تيكون كبير شويه. كيف ما ايضا نقدروا نزيدوا القطر ديال السيلندر، حيت القوه الناتجه عن الضغط في مساحه كبيره ماشي هي القوه الناتجه عن الضغط في مساحه صغيره، كتكون قوه كبيره. وبالتالي غادي يولي عندنا محرك بعدد احصنه اللي كبار، الهورس باور ديالو كبيره. ولكن اجي واش ما لاحظتوش انني قلت لكم موتور قوي من ناحيه الاحصنه، وما ذكرت لكمش الكوبل اللي الا بغينا نكبروه خاصنا نطولو في الكورس. اذا فشنو هو الفرق بين عزم الدوران اللي هو الكوبل وعدد الاحصنه في لا بيرفورمانس ديال الموتور؟ هادو جوج الحوايج اللي كيميزوا القوه ديال المحرك. اوكي نبداو بالكوبل. اذا الكوبل قوه اللي خاص باش تطور جسم مرتبط بالمكان ديال النقطه فين غتطبق هذيك القوه، يعني شحال كتبعد على محور الدوران. وهذا التعريف خذوا بحال هكا باش ما تترونش. ثانيا قوه الاحصنه، العلاقه ديالو هو ان قوه الاحصنه سي اش كتساوي لا فورس فوا لا ديستانس. بمعنى اخر هو مقدار العمل او الخدمه اللي غيعطيها لنا جسم مرتبطه بالمسافه اللي غادي يقطع هذاك الجسم، مرتبطه بالوقت اللي خدمات فيه ديك القوه. وفي الموتور العلاقه بيناتهم هي ان السي اش كيساوي الكوبل فوا لا فيتيس دو روتاسيون، كلشي مقسوم على 5252. وبيان سور 5252 هذه جوست اون كونستانت، يعني ثابته اللي ما تتغيرش. وهذا الشيء في النظام الامريكي حيت هما كيستعملوا البي كوحده قياس ديال المسافه والباوند كوحده قياس الكتله. اما في النظام الاوروبي فهاد الكونستانت كتساوي 9549 حيت كتستعمل في قياس القوه نيوتن والمتر باش تقيس المسافه والوات باش نقيسوا القدره او لا بويسانس. ونرجعوا دابا للمثال ديالنا باش نعرفوا اصلا شنو كيوقع فعليا في المحركات. هنا كنرجعوا للمبدا الاول لصناعه محرك السياره، واللي هو شنو هو الغرض من هذا المحرك. الا بغينا السرعه والطوموبيل تشد لنا الطريق كنفكروا بالاضافه لعوامل اخرى، حيت للذكر الخوت راه كاين عوامل اخرى واللي ماشي هدفنا هو نشرحوها في هذا الدرس. حنا دابا مفوكاليزين غير على الكورس والهورس باور ولا قوه الاحصنه. اذا كان المحرك الغرض منه هو السرعه ويشد لنا الطريق كنفكروا نصغروا الكورس. علاش؟ باش الار بي ام ديال الموتور طلع، يعني عدد الدورات ديالو يطلع ويولي سريع. و ميم طون كنزيدو الديامتر ديال السيلندر. علاش؟ باش يقدر يستوعب كميه كبيره ديال الميلونج اير كاربيرون، والانفجار ديال الكاربيرون في غرفه الاحتراق غادي يطبق قوه على مساحه اللي ولات كبيره من البيستون. بيان سور فاش كبرنا الديامتر ديال السيلندر، وبالتالي ليكسبلوزيون تكون افيكاس والقوه كبيره. بيان سور غادي تكون لا كونسوماسيون، الاستهلاك ديال الوقود غادي يكون كبير، ولكن الهدف ديالنا هنا هو السرعه والقوه. وهنا غنعطيكم مثال بواحد الطوموبيله اللي مشهوره في العالم ديال لا ميكانيك، واللي هي الهوندا اس 2000 اف 20 سي والهوندا كا 20 تيب ار. علاش؟ حيت الاولى عندها السعه اللي هي 2 لتر بلوز او موان ما كيكونسوميش بزاف، اي او ميم طون عندها الار بي ام اللي كيقدر يوصل حتى ل 9000 دوره
في الدقيقة. أما بالنسبة للهوندا كا20 تيب ار السعة 2 لتر، الار بي ام ديالها كتوصل حتى ل 8600 دورة في الدقيقة. علاش ذكرت لكم هاد الامثلات بجوج؟ حيتاش التصميم ديال المحرك كيخليه ان ما يكونسوميش بزاف بالمقارنة مع الماركات الاخرين، او ميم طون كيعطي اكبر عدد ممكن لدورات ديال المحرك. دابا ارانا الا كان المحرك الهدف من الصناعة ديالو جر حمولات اللي ثقيلة. هاد النوع ديال المحركات كيكون في لي كاميون والمركبات اللي كبيرة، كيف ما كاين حتى في السيارات اللي صغار. واللي رائده في صناعه هذا النوع ديال المحركات كاينه المرسيدس، البي ام او تويوتا، وبيان سور كتخرجها في السيارات ذو الصنف العالي. شنو كنديرو هنايا؟ كيخصنا نرفعوا الاحصنه، يعني نرفعوا الهاوس باور ديالو اوتوماتيكمون. السرعه هنا راه ما كتهمناش بالدرجه الاولى، وبالتالي غادي نفكروا نكبروا الكوبل. وباش نكبروا الكوبل خاصنا نطولوا الكورس، وبالتالي غادي يكون عندنا محرك اللي هو بطيء ولكن قوي جدا، قادر انه يهز ويجر حمولات اللي كبيره. وبيان سور اذا كنا غير مهتمين بلا كونسوماسيون ديال الموتور نقدروا نزيدوا حتى حجم ديال لي سيلندر، وبالتالي غادي تولوا عنده قوه اكبر من الاول. هادشي مزيان. ايوا دابا الا كان الهدف ديالنا هو صناعه محرك للسيارات الاقتصاديه بحال هاد الطوموبيلات اللي سيتادين دابا كيكونوا ايكونوميك تيدوروا في المدينه، بيان سور اللي كيكون الهدف هو ان الموتور يكون ايكونوميك ويعطينا اكثر قوه ممكنه. هنا كنفكروا باش نطولوا الكورس. علاش؟ باش نكبروا الكوبل وبالتالي نعطيو قوه للمحرك. هذا الشيء بيان سور راه كيخلي الار بي ام صغار، ولكن حنا الهدف ديالنا كيف ما قلت لكم ماشي السرعه. وباش يكون المحرك ما كيكونسوميش بزاف خاصنا الحجم ديال الميلونج اللي كيدخل السيلندر ما يكونش كبير. اذا شنو كنديروا في هذه الحاله؟ كنصغروا القطر ديالو وصافي الاخوان. هذا الشيء اللي كاين. نسبة الانضغاط او لا اللي كنسميوها بلوطو دو كومبريسيون هي احد العوامل الاساسيه اللي كيلعبوا عليها المصنعين ديال السيارات في العالم باش يطوروا محركات السيارات ديالهم، بيان سور بالاضافه لعوامل اخرى واللي غنشوفوها من بعد بحال التيربو مثلا. نكتفيو بهذا القدر. الفيديو الجاي غادي يكون تكمله لهذا الفيديو، غنكملوا في العوامل الاخرى اللي كتاثر في كفاءه المحرك بحال لا كومباتيبيليتي دو كاربيرون، يعني الوقود المناسب، اضافه لي فالور تيبيك ديال لوطو كومبريسيون اللي كيخرجوا بها المحركات من المصانع، واللي بيان سور عندها علاقه بنوع الوقود اللي كيتباع في السوق وبعوامل اخرى اللي شفناها في هذا الدرس. غادي نشوفوا كيفاش كنقيسوا لوطو كومبريسيون اضافه لي فويت والعوامل اللي تقدر تاثر عليه. هادشي اللي كاين. تهلاو.